كائن السعلوة هل هي حقيقة أم مجرد أسطورة يخوفون بيها الناس؟ والمتعارف بالروايات يقولون ان هاي الكائنات تتواجد بالمزارع او المناطق الريفية او بين قوسين المناطق الخالية والمحد بيها. قصتنا لليوم تحكي عن بنية اسمها راما تقول من كنت صغيرة رحنا البيت جدي زيارة هم بالريف، وتقول لما رحت البيت جدي وهم بالريف طبينا لهم وسلمنا عليهم واطمأنينا، وهنا حل وقت الغروب. هنا راما كانت صغيرة وما تعرف انه طلعة الغروب مو زينة وبالخصوص بالمناطق الريفية والى اخره. وهنا تقول طلعت بوقت الغروب بدون ما يدرون بيه، وظليت اتمشى الى ان وصلت المكان مثل بيه ينبوع مي او مثل النهر الجاري. وتقول وانا بهذا المكان لما كنت موجوده بهاللحظه شفت مره طلعت من بطن المي شكلها مخيف ولابسه عبايه سوداء. وهنا راما تقول لما لمحتنا هاي المرأة الغريبة والمخيفة وشافتني هنا بقت تتقرب علي. وهنا سبحان الله وتقول اثناء ما كانت هاي المرأة تتقرب علي بهاللحظة اجاني ابوي وعمامي واخذوني من المكان وراحوا. وعلى طول الطريق ظلوا يقرون علي قرآن ويرقوني شرعيا خوفا انه دا يصيبني شيء من اللي شفته او اللي صار وياي. وهاي وحدة من القصص اللي تقرب لنا وجود كائن السعلاء بالحقيقة بنسبة 60%. أما القصص الخليجية تقول إن هي مرأة من شيطان الإنس وعندها قدرة التشكل على مرأة حسناء المنظر وجميلة، حتى بهالطريقة يا رجل يشوفها ينغر بيها وتاخذ المكان وتقتله وتاكل لحمه. وهاي وحدة تقريبا من مئات القصص اللي تتحدث عن هاي المخلوقة او الكائن المتوحش. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو، هسه اكتبوا لنا بالتعليقات انت هم سامع قصة عن كائنة السعلوة وخفت منها لو لا؟ وهسه وصلنا لنهاية الفيديو، هسه اكتبوا لنا بالتعليقات انت هم سامع قصة عن كائنة السعلوة وخفت منها؟ وهسه اقدر اقول لكم حطوا لي لايك ومتابعة وكتبوا لنا رايكم بالتعليقات.